السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم يا اخواتي الاعزاء؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. طبعا النهارده جاي عشان اتكلم لكم شوية عن حاجة مهمة جدا، وهي طبعا في الصورة المصغرة وعنوان الفيديو والوصف كمان، هي الاجتهاد. الاجتهاد مش مجرد كلمة عادية. في شخص بيستنى الفرصة وشخص تاني بيصنع الفرصة، اللي ما بينهم هو الاجتهاد. الاجتهاد مش بس في الدراسة، الاجتهاد بتخليك على كل وقعة تقوم، بعد كل الوقعات كلها تقوم وتكمل ومستمر لحلمك. الاجتهاد اللي بيخليك توصل للنجومية. طبعا احنا بنشوف ان النجومية والمشاهير، بس ما بنشوفش اللي هم كانوا فيهم، التعب اللي كانوا فيه، ولا المرض، ولا كل اللي عاشوه، العمل الشاق وكل حاجة. احنا شايفين النجومية بس، وده كله بسبب الاجتهاد. وطبعا لازم تجتهد عشان توصل للي انت عايزه. حلمك يستاهل انك تجتهد وتسعى عشانه، لان حلمك كبير وانت مش لازم تلعب، لا، اجتهد في عملك، اجتهد في كل حاجة بتعملها. لو زعلان كمل، لو مخنوق كمل، لو محدش واقف جنبك كمل، لو انت حاسس الطريق طويل كمل. هتوصل في الاخر، والله العظيم هتوصل. وده مش كلامي، ده كلام سيدنا محمد وكلام ربنا عز وجل. فانت لازم تكمل، لو محدش واقف جنبك وقف انت جنب نفسك وكمل، هتوصل في الاخر. ربنا ما بيضيعش اجر حد، وكل واحد بياخد حقه. طبعا ما تنسوش انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وكمان لايك منك وتعليق حلو تحت عشان ننشر محتوى اجمد واحسن بكتير. كان معكم شادي جمال، والسلام عليكم.